سلام البنات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير يا رب، انتوما واهلكم واحبتكم يا رب العالمين. قبل ما نبداو الفيديو تاع اليوم صلوا وسلموا على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. من هذا الفيديو من هذا المنبر نحيي حبيبتي وفاء، شكرا على هذه الصورة الجميلة يعني اللي صبحت عليها اليوم من قلب حدث مكة المكرمة. ان شاء الله ربي يتقبل منك هذه العمرة ويجعلها في ميزان حسناتك والعقوبة لنا يا رب. شرف لي اني دعيتي لي وانك تفكرتيني انك بلا ما تعرفيني. ومن هذا الفيديو ثاني نحيي وصفات خالته لاله فاطمه ثاني اللي راهي في العمره وبعثت لي الدعوات اللي دعتهم لي. ربي يحفظك ان شاء الله وربي يعطيكم عمره مقبوله ان شاء الله يا ربي، وربي يعطيكم على حساب قلوبكم. هيا نحضروا مع بعضان هذا البقلاوه البرستيج، هذه البقلاوه اللذيذه صراحه جات معسله حتى للقلب تاعها، جات قرمشه بنه رهيبه، راح ما تبانش كي تحطوها، راح ما تبانش نهائيا انها بقلاوه بلا بات فيلو. وكل واحد راح يذوقها راح يعشق فيها اللي بنتها اولا وثانيا لشكلها. اول حاجه لهنا استعملت لاباتا فيلو تاعي اي نوع، المهم كاين نوع مليح وكاين نوع ماهوش مليح. النوع اللي عندي انا لهنا اسمه نورمال، ما هو درجه يعني هايله، ما هو نورمال برك. هزيت المول تاعي هذا الدائري، درتهم هكذا دوائر، ما تقسموهمش ديروهم بالورقه. هزوا لاباتا فيلو مثلا 5 6 7 على حسب الطبقات لكم. قلت لكم هزوا 5 أو 6 على حسب الطبقات اللي راكم راح نديروهم، وديروهم بالمول راح يتقطعوا فاسيلمون. من جهه واحده اخرى ذوبت شويه زبده، ولهنا الكاوكاو تاعي واش درت له لهنا 2 ملاعق كبار زبده، ودرت لهم ملعقه مزهر باش يجي مشمخ وباش يجي ما يجيكمش يابس. هذا مكان الدوائر تاعي بعد ما قطعتهم هكذا درتهم هكذا في ان بلا، وبدا غطيتهم بابي فين باش ما تيبسش. على بالكم بلي لاباتا فيلو بزاف تيبس، غير يشمها شويه لهوه تيبس. نبداو على بركه الله نخدموا مع بعضان هذه الوصفه، يعني لبنينا بزاف. ننصحكم تجربوها لانه جات صراحه رهيبه. وبما اننا على ابواب شهر رمضان ان شاء الله تحضروها سهراتكم الرمضانيه، او عندكم مناسبه هكذا تقدموها مع تاي، تقدموها في سهره، تقدموها لاي ضيف، راح صراحه بزاف تعجبهم. وخاصه شكلها يعني احنا نقولوا يعني العين هي اللي تاكل قبل الفم. اول حاجه اني هزيت كل طبقه ندير بيناتهم الزبده. لهنا انا استعملت كاين اللي استعملت فيهم 4، كاين اللي استعملت فيهم 5. لكم الاختيار صراحه، انتم واش تحبوا 7 تحبوا 6 كيما تحبوا نتوما، كل واحد كيفاش يدير. المهم قلت لكم الاختيار، واسهل من هذه الطريقه صراحه ما كانش. مليحه هكذا ديروها في سهراتكم ولا عندكم ضيوف ولا حاجه بريستيج وحاجه بنينه، سيرتو حاجه بنينه بزاف. هذا مكان بعد ما حطيت لهنا العجينه تاعي تاع لاباتا فيلو في المول تاعي هذا تاع النجمه، حطيت كميه من الكاوكاو، هزيت البانسو تاعي لهنا ودرت شويه زبده هكذا على الحواف، كيما على بالنا باللي لاباتا فيلو تحب الزبده هكذا باش تطيب مقرمشه وتطيب حمراء. مده الطياب تاعها مش راح تتجاوز 10 دقائق ميمبا، لانها لاباتا فيلو هي رقيقه، ومع لي مول تاع الحديد كيما نقولوا هكذا كيكونوا ملاح وما ما يلصقوش وكلش، راح في رمش عين انا يا ربي دات لي 7 أو 8 دقائق. لهنا الشكل تاع لي تارتولات لي مول تاع لي تارتولات لكم الاختيار. انا خيرت تاع النجمه صراحه يعني شكلا وباهي، يسمى باهي، خاصة بما أننا يعني على أبواب شهر رمضان نديروا هكذا شكل النجمة هكذا باش نقدموها في سهراتنا الرمضانية. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب. ولهنا بعد ما كملت كامل ليمون اللي عندي لهنا نجيب البلاطو اللي يدخل للفور ونديرهم يطيبوا. اكيد بعد ما كان يعني يسخن على درجه حراره 150 درجه، لهنا حطوهم يطيبوا على 150 درجه مئويه هكذا، وباش يطيبوا يعني ما يتحرقوش ويطيبوا هايلين يعني في وقت جد وجيز. قلت لكم ما تتجاوزش المده 7 أو 8 دقائق.
شوفوا لي لهنا بعد ما خرجتهم مباشرة من الفرن، شكلهم يعني جاي هبل ما شاء الله. ولا هنا طابوا كامل كيف كيف، يعني دوغي كامل كيف كيف، ما تخلوهمش يعني يطيبوا فونسي هكذا باش ما يتحرقوا لكمش. يعني لا باتافيلو ما فيهاش كامل الروح. لهنا نروح وهما هكذاك سخونين مباشرة من الفرن، نهز كمية من العسل وندير كل واحدة ندير لها شوية عسل ونخليهم يتشربوا كامل هذاك العسل، راح يتشربوا حتى للقلب تاعهم، راح يجيكم يعني بنة وقرمشة جد رهيبة، شهيتكم في الجنة ان شاء الله. دوكا نشوفوا التزيين كيفاش راح يكون. كل واحد والمقدور تاعو تزيين. كما قلت لكم الديكور اختياري، لكم الاختيار، ما تقدريش تروحي تكلفي نفسك انك تشري حاجه غاليه وانت ما تقدريها لهاش. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. تقدري تخليها هكذا تشرب العسل تجي مليحه، تقدري ديري لها قطايف هكذا ديريهم في اللون الدوغي وديريهم الفوق. المهم لكم الاختيار، اللي عنده بيستاشي يدير، اللي عنده جوز يدير، المهم لكم الاختيار. راحت للبساطه وراحت للبنه وراحت كل ما الانسان يكون بسيط كل ما يعطي يعني حاجه هكذا من قلبه وتكون حاجه مليحه وتكون حاجه باهيه ولذيذه. انا لهنا كان عندي كاوكاو ايفيلي هذا اللي في الفير، عندي لهنا عندي شويه بندق، وعندي حبات لوز، وعندي حبات نوات كاجو. هذا مكان اللي عندكم الجوز ديروا، وعندي لهنا لي سوريس كونفي درتهم. هذا مكان ولكم الاختيار في الديكور والطريقه والتقديم. الطبخ ماهوش فن والله. المهم كل واحد وطريقته، كل واحد والديكور تاعو. اذا عندكم الجوز تقدروا تزيدوا حبه جوز. هذا مكان. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يعجبكم وينال اعجابكم يا رب. ان شاء الله تجربوها وتشاركوني وصفاتكم على الانستغرام تاعي اللي هو كويزين بالساره. لهنا انا خليتهم في ليمول ودرت لهم الديكور. نتوما اذا تحبوا بعد ما يتشربوا هذاك العسل الكامل تنحوهم بالموس ومن بعد تحطوهم في الكيسات تاعكم وديروا لهم الديكور. انا لهنا درت لهم هكذا الديكور وصراحه جاوني يعني ساهلين. هزيتهم هكذا في الحاشيه هكذا في الطرف بالموس وحطيتهم في الكيسات تاعهم، ما عيوني ما حتى حاجه. المهم ننصحكم باش تجربوها سواء في حفلاتكم ولا في عرضاتكم ولا في سهراتكم الرمضانيه. جات بسم الله ما شاء الله. قد ما نوصف لكم البنه تاعها ما نقدرش نحكيها لكم. ولهنا شوفوا درت شويه من الكاوكاو ايفيلي، درت حبه بندق ودرت حبه سويس كونفي. شوفوا لهنا كيفاش طابت حمراء، جات دوغي بسم الله ما شاء الله، جات كامل كيف كيف، جات كامل معسله، جات كامل شكل واحد، جات ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا لهنا بعد ما ذقتها يعني جات بسم الله ما شاء الله، جات معسله، جات مشربه، جات هايله هايله هايله. مش راح تكون حلوه بزاف، ماهيش راح تقهمكم ولا تخليكم ما تقدروش تاكلوها لانها بزاف خفيفه، بزاف خفيفه. ان شاء الله تجربوها وتنجحوا في هذه الوصفه. لهنا في هذه جات عندي اختي يعني جات على دقيقه ولقيتني ندير فيها وحطيتها لها، ضاقتها صراحه عجبتها بزاف. عجبتها يعني جات بنه عظيمه. شوفوا لهنا يعني بعد ما خلصتها كامل ووجدتها لهنا في طبق التقديم، جات بسم الله ما شاء الله، جات شكلا وجات ذوقا. كملوا الفيديو حتى الاخير. دمتم في رعاية الله وحفظه. الى فيديو قادم ان شاء الله. سلام.